احنا اليوم إذا كان واحد تسلفه فلوس ويقول لك نهار 20 في الشهر نعطيهم لك، ويجي 21 و22 و23 و24 و25 و29 هو ما هوش هول. السلام عليكم يا سي فلان، نسيت انت موعدنا؟ قال لك لا ما نسيتش. مالاش بيك؟ قال زيد مهلني ايامات. هذه المرة الأولى. المرة الثانية نهيرين 3 واني جايك، استناني يعني احضر فيها القضية. المرة الثالثة ما يرجعش عليك. المرة الرابعة يشطبك من قائمة المتصلين. هذه أخلاق مسلمين؟ هذه أخلاق مؤمنين؟ يعني حتى وإن أعسرت قد يحدث هذا، الواجب أن تتصل وأن تعتذر وأن تبين حجتك وأن تطلب الإمهال وأن تستغفر لذنبك، ولعل صاحب الحق ربما يمهلك وربما يرقق الله قلبه فيحط عنك. لكن إن أنت نحيت هذا المنحى، منحى التهرب والهروب والمخاتلة والمماطلة، ثاني سلفه فلوس وبعد يقول له اسمع أنا جايك، أنا المرأة مرضت، أنا غدوة بحول الله نجيك، غدوة الصباح نجيك، بعد غدوة نجيك، أنا جايك. في الآخر قال له الراجل أي أنا مش أنا جايك، وين أنت نجيك؟ قال له لا أنا طلعت لتونس. أعوذ بالله، أعوذ. مؤمن تصلي تقوم بين يدي الله، تقرأ القرآن، تمشي للعمرة والحج، سامحوني في الكلمة، بين ظفرين وقوسين ومعاقفين، تصلي وتصوم وتحج وتقرأ في القرآن وانت قلاب، حاشاكم الكل. معقول؟ هل يقبل هذا؟ هذا تناقض صارخ ورهيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. المسألة مش لعب، راهي المسألة راهي خطيرة على درجة كبرى من الخطورة عفوا، أن تكون في مستوى التزاماتك وتعهداتك، وأن تكون منضبطا لما تعهدت به. هذا ليس بالأمر الهين.